كلمتين جد او كلمتين بالعقل. شفت يا اتحاد يا كوره، شفت يا حسام يا حسن، شفت يا محمد يا صلاح، شفتوا يا ناس لما منتخب مصر بيلعب برجوله، لما منتخب مصر بيأدي اللي عليه سواء كسب او خسر، لما منتخب مصر بيعمل 100% واكتر من 100% من طاقته، شفتوا الجمهور بيقف ظهره ازاي؟ عشان انا اتذكر ان في حملات طلعت من سنتين كده ان الناس ما بتحضرش الماتشات لمنتخب مصر في استاد القاهره والكلام ده، عشان احنا ما كناش شايفين اللي احنا شايفينه دلوقتي، عشان احنا ما كناش حاسين اللي احنا حاسينه دلوقتي. اصل مش كيمياء، والله هي مش كيمياء خالص. هتلعب حلو، هتكسب او هتخسر او هتعادل او ايا كان، هنقف ظهرك وهننزل نحتفل في الشوارع وهنقعد نعيط. انا عيطت والناس كلها عيطت امبارح. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى، كان في زمان يقول لك ده في اسمه ذباب الكتروني، ماشي؟ هم ما شاء الله تطوروا بقى اسمهم كلاب الكترونيه. خلاص، الكلاب الالكترونيه دي كانت مفهماك ان كل الدول بتكره مصر وكل الدول ضد مصر ومصر بتكره كل الدول. ماشي؟ اتفرج امبارح على اي فيديو في اي وقت لاي ناس، هتلاقي العراقي بيشجع مصر وهيموت على ضربات الجزاء، تلاقي الكويتي نفس الكلام، هتلاقي القطري الاماراتي، انا مش عايز انسى حد، السعودي، كله 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 كله. فخليك ناصح، شوف الناس اللي فرحت لك امبارح قد ايه، هتعرف ان كل اللي كان بيحصل والشتايم والتهزيق وقله الادب والكلام ده كله من كل اخواتنا، ده مش هم. ده لا، حضرتك ده حضرتك عارف هم مين يعني. اعتقد مش محتاج اقول يعني حاجه. بس اخيره لما قبل ما اقفل يعني، كابتن حسام حسن تحس ان هو الراجل اللي قاعد جنبك على قهوه، يعني لما بيطلع يتكلم راجل تلقائي، راجل بيقول اللي في قلبه، يعني اللي هو زي ما يقول لك اللي في قلبه على لسانه. راجل ما انا عايز اكسب الشعب المصري وافرحه، واكسب الشعب في وهد الشعب الفلسطيني والامه العربيه كلها اللي شجعونا فوق دماغي. تحس ان راجل بيتكلم عادي مصري بيتكلم، مش بيتنك ولا فيش الكلام ده. هو ده والله العظيم دي من الاسباب يا جماعه اللي خلتنا كلنا ننزل الشوارع ونقطع الدنيا هياص وزيطه هو ده. هو ده اللي رجعنا نحب مصر تاني، لان الجيل اللي هو اللي في سني وممكن اللي اكبر مني كمان حضر مصر في التسعينات وحضرها في اوائل الالفينات، حضر حاجات وكان بينزل يحتفل وبتاع. بس من بعد 2010 ما بقيناش نحتفل كتير، ما بقيناش نحتفل خالص غير 2018 لما صعدنا كاس العالم. النهارده العيال الصغير اللي انا بشوفه ماسك علم جنب ده انا بفرح له، انا كنت زيك وانا صغير، بس انت يا عيني ما حضرتش الكلام ده. احضره دلوقتي عشان تعرف احنا كنا بنحس ايه احنا صغيرين. احنا دلوقتي نرجع نشجع مصر تاني واحنا مبسوطين، احنا طبعا بنشجع مصر في كل اوقات، بس دلوقتي حاسين المنتخب ده ينتمي لينا. انا طولت الفيديو بقى، واللي هيشوفوا يشوفوا، ربنا يسهل. هما بس كانوا كلمتين محشورين في زوري كنت عايز اقولهم، مش قادر الصراحه. مش مهم اتكلم عن الماتش، المهم ان انا كسبت، مش فارق معايا اي حاجه اصلا. سيد معزه بقى يكسبنا يخسر يتعادل يعمل اللي هو يكسبنا لوحده، يجيب هاتريك، يجيب 9 تجوان، يجيب 10 تجوان، مش مهم مش مهم. انا كسبت، انا في دور ال 16 بره عني اي حاجه. بس هم عامه مش فريق اللي هو مستحيل نكسبه، لان كاب فيردي احرجتهم امبارح، فيا رب نحرجهم يعني. مش قادر اقول حتى.